درش الحلق وخمسه بتبدا. الحلق بمشهد في السوق، وبنشوف خناقه بين المعلم سنوسي والمعلم عطية، وبسبب إن المعلم سنوسي مضيه، المعلم عطية عليا نص المحل من غير ما يعرف، وعرفوا ابن المعلم سنوسي بيقولوا: ما عندك الاسم قدامك، روح اعمل محضر، هيقولوا لك القانون لا يحمل المغفلين، وبيقطعوا المعلم. سنوسي: لا يعرفوا، احنا بنحافظ عليا حقنا، بس انا سمعتنا في السوق زي الحرير، انت لو دفعت اللي عليك كنا قطعنا الوصلات، ويا دار ما دخلك شر. ويقطعه هلال ويقول: لو تذن لي يا معلم سنوسي ان انا اتدخل. يقول له: انت تتدخل وتحكم كمان انت واخوك، انت كنت معلمين كبار. يقول له هلال: انا شايف ان المعلم عطيه متعذرش بكيفه، الراجل كان معذور في جواز بناته، ربنا يعين كل واحد على شيلته. يا معلم يرد عرفه، انت عايز تقول ايه؟ يعني يا هلال يقطعه بكر طلام في منهم مرضيه، وعشان الراجل ما يخرجش منها مملح يبقى خلاص تتنزله عن الدين وتديله نص حق المحل وكده، يبقى اداكوا العيب. وازح ويرد عليه: عرفه؟ لا كتير، نص المحل. ايه ده الدين اللي عليه بحق المحل كله؟ ويرد سنوسي: لا لا لا، اذا كان عن المراضيهن راضي عشان ما نكسرش بكلام المعلمين عليا. بربع المحل النهارده يا عطيه وفجاه بيخش درش وماسك في ايده الراجل اللي اتفق معاه معلم فلوسي وابنه، عرفه عشان يقتله، ويقول له: فين ياض سنوسي؟ وعرفوا اللي انت قلت عليهم، ويشاور له ويوجه لهم الكلام: انا بلغني ان انتم بعتوا الواد ده ورايا عشان يخلص عليا. قالوا يرد عليه: عارفه، وان فرضنا ان ده حصل هتعمل ايه؟ قام ضربه درش. فالمعلم سنوسي قال له: اهدى يا معلم درش، اهدى وعقل، لو لك حق هتاخده، هنقعد ونتكلم. فقال له درش: ما تخافش، انا ما بمدش ايدي على الراجل قد ابويا، بس قول لي بقى حق الدم عندكم بترد ازاي؟ رد عليه سنوسي: بالعرف والاصول، شوف اديه اللي تناسبك وانا مستعد ادفع فرد درش تدفع، مش عيب. وبيبص لعطيه ويقول له: انت اللي جيت لي المحل قبل كده. قال له: ايوه. قال له درش: ايوه. عطيه الراجل ده ليه عندك كام 650 الف؟ انت قلت لي انه مغفلك وممضيك عليا نص المحل. قال له: حصل. فدرش بص لسنوسي وقال له: فين الوصولات بتاعت عطيه؟ فطلعها سنوسي. قال له: عرفه يابا، ما تديلوش حاجه يابا. فرد عليه درش: بس يا نونو، وضربه واخد الوصولات، وقال له: كده دايتك وصلت يا معلم. وبس الاخوات مراته وقال لهم: وانتوا بقى دايتكم ايه؟ فهلال قال له: دايتنا ايه، احنا مالنا يا عم، انت بين اللي بينكم. فرد عليه درش: ابوكم الحاج وحنظل واختكم حكولي عنكم، وكل الناس هنا قالوا لي ان انتم غدارين وناقصين وتعدوا الادله. تمدت لكم، انا مش مصدق مصدقش، بس اسمع منكم، كنت عايزين تخلصوا عاليه ليه؟ ويرد عليه بكر: مين اللي قالك كده؟ اللي قالك كده كده بيقول له درش: انت ما سمعتنيش، انا قلت وانا واقف هنا: ابنك كذاب، اتقارد فتحته. واضرب بكر في هلال. مسك النبوت ووجه له درش الكلام: حد من اللي حكالي عنك قال لي انك هلهله صح الكلام ده يا هلوله؟ فرد عليه هلال: طب ما تقرب، ما تقرب ونشوف مين فينا اللي هلهله. فدرش رمى النبوت واتحرك ناحيته، وقالوا: ما انا بقرب اهو. وطبعا درش ضرب هلال وقالهم: انا ما اعرفش انا كنت كويس ولا وحش، وجه الكلام للناس، ومش فاكر اذا كنتم بتحبوني ولا بتكرهوني، بس اللي انا عارفه كويس ان صاحب الحق ما بيفتريش، وقلبه ما بيهبش مفتري، فاللي ناوي على داكن فيدور له في المقابر على سكن خش عليه. سلطان يقول له: يا ابني يا ابني، انت لسه جاي هتبداها بمشاكل. ويقول له درش: انت مين يا عم؟ انت يقول له: انا ابوك يا ابني. يقول له درش: اه صح، لا مؤاخذه يا حاج. ويخش عليهم المعلم كرامه ويقول: سيبه يا سلطان، حد غيره كان خلص عليهم. ويروح لاولاده ويقول لهم: قوم يا باغل انت وهو. ويقول لهم: من اللحظه دي، اللحظه دي مالكمش عيش في الوكاله، ما تقسمنيش، لا لقمه ولا مالك. ومن دلوقتي كل واحد يلزم قوته لحد ما تشوفوا لكم مطرح ثاني بعيد عن وشي. فاهمين الضانو اللي يكسر يخسر؟ ده انا اللي ايه، يكسر يخسر، وانا الحمد لله ربنا يعوض خسارتي بدرش، انا مش عايز حاجه تاني. فتيجي حسنه تطمن عليا. درش وداخده وبنروح بالمشهد وبنشوف درش وحسنه قاعدين في مكان، وبتقوله: حسنه مرتاح باللي انت عملته في السوق. هيرد عليها درش: زعلانه عشان اخواتك؟ تقول له: لا لا مش فكره. زعلانه مستغربه بس شويه. فيرد عليها درش: مستغربه من ايه؟ هتقول له: بص انا مش عايزاك تاخد الكلام على نفسك، بس بردك، بس بردك حط نفسك مكاني واحكم. انا جوزي غايب عني بقاله شهور، ما اعرفش عنه حاجه، وفجاه رجع مش عارفني ولا عارف حتى اسمي، والمفروض انه مش عارف اي حاجه عن الشخص اللي بنحكي له عنه. وفجاه صحي ثاني يوم نزل وضرب واتخانق لنفس الشخص اللي المفروض ان هو مش فاكره، مش عارفه.
تفتكر إن دي حاجة ما تخلينيش استغرب؟ هيرد عليها: درش هو كلامك منطقي، بس بالنسبة ليا أنا المخ، أنا مش متحكم فيه، أنا بشوف ناس معرفهاش، بس مع الوقت بفتكرهم. يعني اللي اسمه حنظل ده أنا مش عارفه، بس فاكره وفاكر كويس يوم الحادثة، ولما رحت عشان أتكلم معاه ما كانش في نيتي اللي حصل، بس عايز أعرف هو مين وعمل ليه كده. لقيته مسك مطوه ورافعها عليا وعايز يقتلني، ولما اتكلم معايا وحكالي عن اللي وزوه برضه، كنت رايح أتكلم معاهم وافتكرت اللي عملوه معايا وحصل اللي حصل. هتقول له: حسنوا. طيب، معنى إنك افتكرتهم يبقى أنت كده اتأكدت إنك درش صح ولا لسه شاكك؟ فيرد عليها: درش هو أنا أول لما جيت افتكرت إن أنا من الحتو دي، بس أنا مش فاكر الناس بشوفهم بشبه عليهم، بس ما بعرفهمش. بس مع الوقت بفتكر، واللي هيثبت لي أكتر هو الناس نفسها. يعني أنت حاسه إن أنا درش ولا مش درش ترد عليه؟ حاسنه: أنا من أول ما شفتك وأنا متأكد إنك ما أقدرش، بس بعد شوية اتمنيت إنك تكون مش هو، خايفه إنك تكون هو. فيرد عليها درش: هو أنت كنت من اللي بيكرهوني ولا إيه؟ فتقول له: مفيش حد في الدنيا حبك قد ما أنا حبيتك. هيقول لها: أمال إيه اللي خوفك؟ فتقول له: هو نفس الحب ده اللي مخوفني استنى أفهمك، وبتوريه صور في التليفون وبتساله. تعرف دي؟ يقول لها: أنا أعرف الست دي. تقول له: متأكد؟ يقول لها: متأكد. وتوري له صوره ليه مع الست دي. يقول لها: الله، إزاي كده؟ وتوري له صوره واحده تانيه وتقوله: